كما التليفون مسيو عندي مسيو هاية، واهلا وسهلا بالناس اللي منوره معايا. ولو انت كروي يبقى تابعنا عشان هتكون صديقي، ولو انت بنت غاويه كوره اهلا بيكي. بدايه فعاليه لدوري نايل الايجيبشن ليج الجميل الممتع اللي ان شاء الله انا متوقع له السنه دي ان هو هيبقى دوري جميل وكله عظمه ان شاء الله باذن الله تعالى. البدايه الفعاليه دي كانت النهارده، اول مباراه قويه في الايجيبشن ليج في الاسبوع الاول، الاهلي والمصري. الاهلي قدر انه يفوز 4، ما شاء الله الله اكبر، بدايه موفقه. ايه بيرسي تاو، ايه ده يا تاو، ايه الحلاوه دي يا تاو، تاو تاو تاو، ايه الجمال ده يا تاو. هدفين ما شاء الله عليه. امام عاشور انت كنت بتقول عليه ايه؟ ايمي صح؟ ايمي عامل اسيستين النهارده، يعني جايب لي جونين. صفقه من الصفقات الجديده، ها، اللي انت قعدت تتريق عليا فيها وتقول كوبري وانفاق ومترو والحاجات الجميله ديت وعلم البحار. ما شاء الله عليه. النهارده امام عاشور كان مبدع في وسط الملعب، عمل شغل كويس جدا واداء ممتاز، بخلاف ماتش السوبر اللي ما كانش ظاهر فيه، او كان اداؤه يعني لحد ما يعني متوسط، عشان ما عداهوش، حتى ما عداش المتوسط. لكن النهارده ما شاء الله الحاله جميله واداء كويس. طبعا قلنا بيرسي تاو، قلنا امام عاشور. الحقيقه التناغم النهارده كويس في الفريق ما شاء الله. طبعا ساعد على الشكل الجميل دوت في الشوط الثاني برضو الطرد اللي كان لفريق المصري في بدايه الشوط، وده تهور غير مبرر بصراحه من باهر المحمدي. واحنا عارفين ان هو لاعب نرفوز وممزوجي والكلام دوت، لكن انت ده ادى لايه؟ ادى لانك خسرت فريقك مجهودك، وبالتالي خليت يبقى في تغيير جذري في طريقه اللعب، وحاجه غير متوقعه ادت لان الملعب يتفتح بالشكل ده. لكن الحقيقه الاهلي النهارده برضو، عشان ما نقولش ان اللي حصل ده حصل بسبب ان المصري كان حصل الكلام ده عنده، لا، الحقيقه الاهلي كان اداؤه متوازن ما بين الدفاع والهجوم كعادته، وقدر ان هو يستعيد يعني جزء من مستواه اللي احنا مستنيينه. لكن احنا مستنيين اكتر بكتير، احنا صرفنا كتير قوي على الصفقات ومستنيين منها كتير. موديست لسه ما دخلش الخدمه، مستنيين يدخل الخدمه ان شاء الله على خير، وانا متاكد وواثق انه لما يدخل الخدمه ما حدش هيقدر يخرجه منها ان شاء الله. كريم فؤاد عوده حميده يا كريم، لعيب طبعا جبار في مركزه، وانا اتوقع له ان شاء الله انه لما يدوس شويه ويبتدي ياخد دقائق اكتر ويرجع اساسي في الفريق يبقى موجود ان شاء الله باذن الله. هيحقق الناتج المطلوب منه والزياده. طبعا اكرم اتمنى اشوفه في القريب العاجل باذن الله تعالى ان شاء الله. كده عندنا يعني ما شاء الله ما شاء الله عندنا فرقه قويه، تدعيمات قويه، اداء متوازن. اهداف النهارده كان لا باس بها، مش هقول غزيره لكن تقترب من الغزيره. اول هدف رضا سليم، شابوه رضا، شابوه رضا على الاداء الجميل في الحبه اللي انت شاركتهم. ولو اني عيب عليك شويه في نقطه الانانيه، انا كنت مستني منك باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله ان انت تلعب اللمسه الاولى، واعتقد ان كولر هيحاول ان شاء الله في الفتره اللي جايه في الفتره اللي جايه يعني ان هو ياكد عليك على الموضوع دوت، عشان الكمال لله لوحده، لكن توصل لاقصى حاجه ممكن نكون مستنيينها منك. اجمالا ايجيبشن ليج الاسبوع الاول دوري نايل ما شاء الله، الله اكبر، اداء جميل من النادي الاهلي. هارد لك للمصري، توفيق ليهم في قادم المواعيد ان شاء الله باذن الله. طيب عامة هنقول انا في كلمتين بس عايز اقولهم قبل ما اختم. يعني قبل ما اقول برضو كلمتين، عايز ابارك لكل الاهلاويه ان شاء الله على الفوز دوت. وبما اني اهلاوي طبعا انتوا عارفين ان انا اهلاوي، اتمنى من الله ان شاء الله استمرار النجاحات، وباذن الله ما تكونش في خيبات امل تانية ان شاء الله. طبعا انا مش هفرح لما فرقتي يكون عندها اخفاق، مش هفرح لو لا قدر الله خسرنا في اي وقت من الاوقات او حتى تعادلنا. لكن انا بس اللي عايز اتكلم فيه، يا جماعه ركزوا معانا. كابتن بيبو قال في الحفله اللي كانت بتاعه التكريم بعد السيزون اللي فات، قال جمله مهمه جدا، قال اللي جاي صعب. ركزوا فيها لان فعلا اللي جاي صعب. اللي جاي صعب، سواء في ناس متربصه لك، سواء في ناس هتقدر هتحاول ان هي ما تخليكش توصل للنجاحات اللي انت وصلت لها قبل كده، سواء كان في بعض العراقيل اللي هتتحط لك في الطريق عشان تتكعبل فيها، سواء بقى على المستوى المحلي او المستوى الافريقي او المستوى الاقليمي او حتى المستوى العالمي. انا شايف باذن الله ان احنا محتاجين نقدنا يكون وسطي، ما نطلعش الناس سبع سما او ننزلهم سبع ارض، لا، انا عايزنا نفضل على الارض او ننطط هوبه شويه كده وخلاص، يعني برضو عشان الناس ما تطيرش مننا.